السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي إن شاء الله تكونوا بخير. جولة في السلكة كالمعتاد. اليوم نتكلموا إخوتي على البيض غير ملقح. الإخوة بزاف يقول لك باللي راه عش خرج فرغانة، راه عش ثم البيض أبلون. الأعشاش الأولى غالبا إخوتي يطيح فيها اسمها نسبة البيض غير ملقح، راح يكون أكثر من باقي الأعشاش، راح يكون الذكور مازال ما جهزوش ناقصين في الجهوزية، ولا تكون ما عندهمش خبرة في التلقيح ولا حاجة. تقدر تكون هاو مثال العش هذا اللي نعطيكم لكم إخوتي البارح ولا البارح. غنفقسوا فيه البيضات. هام عندنا زوج فراخ وزوج بيضات ماهمش ملقحين. ان شاء الله نسبة النجاح تاع العش الثاني راح تكون اكثر. هاو عندي عش، ها فيه 5 بيضات. هاو الاخوة البيضة تكشف عليها بالضوء، هاي باينة، هاي بلي ترونسبارونس، هاي بلي ما فيها والو. هاي الاخوة هاي غير ملقح. هاي البيضة الثانية نفس الشيء، ها غير ملقحة. لأن الإخوة ما تقلقوش، العش إن شاء الله الثاني راح يكون الذكر جهز أكثر، وإن شاء الله راح يكونوا ملقحين. هاو عندنا عش جديد ثاني يخرجوا فيه، هاو فقس فيها فرخ. عندنا العش هذا ثاني الإخوة، هاو الحمد لله ثاني، هاو ثاني فقس فرخ ولا زوج، ومازالوا باقي الاعشاش. هذو اخوتي الاعشاش الاولى الحمد لله، يسمى اللي صلح منهم فرخ زوج الحمد لله يا ربي، واللي ما جابش ربي ان شاء الله مازالوا. هذا وين انا في بدايه الموسم، العش الثاني والثالث ان شاء الله، وربي يقربكم كل انثى تخرج لك زوج اعشاش، وتخرج لك من كل الاعشاش هذو زعما تقدر تزيدوا الاخوه. كاين اللي تعرف الطعام ما طعامش، قادره من 4 بيضات ملقحين يخرج 4 فراخ تفرح بهم، قادره تطعم لك زوج برك. الاخير يكون ضعيف على الخاوتو، راح يتكاوى عليه يخنقوه، ولا راح يسبوه في الماكله يقعدوا ما يخليوهش ياكل، راح يموت بالجوع. خاصة اللي في السلكة ما يقدرش يطعم ويقدر يدير، واللي في القفص ولا عنده زوجة فريدة ويقدر يطعمهم. يعني الإخوة ما تقلقوش إن شاء الله، ربي إن شاء الله راح يطرح البركة. والعش الأول دائما نفرحوا احنا كي يكون معيار ديجا كي حطوا البيض وحضنة الأنثى ومنها ديجا راهي الحمد لله يا ربي. تقعد إن شاء الله الذكر إذا كان ناقص جهوزية راح يولي يجهز إن شاء الله، والعش الثاني راح يكون فيه خير إن شاء الله. نتمنى التوفيق للإخوة جميعا، ما يتقلقوش ما يديقوتيوش، الصبر. نأكد برك الإخوة، تيفاف، الشوك، الحريك، البيض المسلوق، الخيار، الفلفل، نوعوا لهم التغذية خاصة في الفترة هذه وين يخرجوا الفراخ. قد ما تنوعوا ان شاء الله التغذية راح الأنثى تاكل أكثر. الحلبة ثاني كي ديروها في الماء الإخوة راح تفتح لها الشهية، وكنا نحاربوا بها الفاش، تزيد تاكل راح الطعام خير ان شاء الله. نتمنى التوفيق ان شاء الله اخوتي للجميع، وان شاء الله موسم موفق وربي يجيب الخير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.